للأسف هصدمك وأقولك إن السوشيال ميديا عملت إعادة برمجة لدماغك وتفكيرك وشخصيتك. هتقولي يعني إيه وإزاي؟ هقولك اسمع الفيديو ده للآخر لأنه مهم وخطير جدا، وهيخليك تعرف حقايق ومعلومات كتيرة ممكن تكون متعرفش عنها حاجة أو مش واخد بالك منها. أنا ياسمين ناصر. قبل ما تسمع الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل خاصية الجرس علشان يوصلك إشعار بكل فيديو أنا بنزله أول بأول. يلا بينا نسمع الفيديو. عمرك حسيت في مرة كده إن تفكيرك بقى متغير عن قبل كده؟ طب عمرك ما حسيت كده إنك مشحون بطاقة سلبية ومش طايق الناس اللي بتتعامل معاها ولا طايق حد؟ عمرك كده ما حسيت إن تصرفاتك وردود أفعالك مع الناس ما بقاش فيها أي إنسانية وعندك استعداد تخسر كل الناس عادي؟ دي أول نقطة حابة أتكلم عنها في فكرة الفيديو ده. الفيديو معانا متكون من 3 أفكار. يلا بينا نشوف أول فكرة. بالنسبة للأسئلة اللي أنا سألتها دي أحب أقولك إن ده مش أنت، أو ده ما كانش أنت اتزرعت فيك أفكار من بره، أفكار من السوشيال ميديا بكل أنواعها. الأفكار دي ممكن تكون اتوجدت جوه دماغك بسبب بوست، مجرد بوست مكون من كلمات وانت قريتها وعديت البوست وخلاص على كده، وانت فاكر انه مجرد بوست وما حصلش اي تأثير منه. بس احب اقولك انك غلطان. انت ممكن جدا تكون اتأثرت بالافكار اللي موجودة في البوست ده، وعقلك اقتنع بشوية كلام موجود فيه، وكمان بقى من ضمن افكارك او تبدل مكان افكارك القديمة. ومش شرط تفكيرك يتأثر ببوست، انت ممكن تتفرج على فيديو حتى لو قصير ومش مكمل دقيقة ويحصل معاك برضو نفس اللي بيحصل لما تقرأ بوست. هقولك مثال عشان تفهمني اكتر. في فترة من الفترات كده انتشرت بوستات بكلام واشكال مختلفة بس بتدور حوالين فكرة معينة، وهي ان لو حد فهمك غلط او حد زعل منك او حد شافك بصورة مختلفة، سيبه كده زي ما هو، وانت مش مضطر تدافع عن نفسك او تشرح لأي حد اي حاجة، وانك مش مسؤول عن تفكير غيرك. اكيد كلنا قابلنا بوستات بنفس الفكرة دي. الكلام يبان جميل ومتزوق بس جواه افكار سامة جدا. انت بسبب البوست ده وبسبب الافكار بتاعته هتخسر علاقاتك من غير ما تحس. ما هو تخيل معايا كده، لو انت مشيت بالمبدأ ده في حياتك وكل حد يعاتبك على حاجة او يكون فاهمك غلط في كلمة او في موقف، فانت تسيبه يتفلق وما تحاولش تشرح له بحجة ان هو اللي غلطان. انت بالتدريج اتحولت من بني آدم بيحس بغيره وعنده إنسانية ويهمه الطرف اللي قدامه انه ما يكونش زعلان ويكون فاهمك صح وتحل معاه سوء الفهم، لبني آدم مستبيع ومش شايف نفسه غلطان وبيهدم علاقاته واحدة واحدة، وما عندهوش استعداد ولا طاقة انه يحافظ على علاقة بينه وبين اللي قدامه. هتقولي كل ده بسبب بوست؟ ايوه، بسبب بوست ورا بوست ورا فيديو ورا فيديو وهكذا. مع تكرار نفس الفكرة عقلك غصب عنه بيقتنع بيها حتى لو هي غلط، وبتتحول من مجرد معلومة لحاجة أساسية في شخصيتك، وبتتعود انك تتعامل بيها وانت فاكر ان هو ده الصح، وان انت كده بتحافظ على نفسك وكرامتك والكلام ده كله، مع ان الإنسانية مش بتتعارض أصلا مع الكرامة. فهمت قصدي؟ السوشيال ميديا واحدة واحدة بتبعدنا عن أبسط التفاصيل الجميلة واللينة والهينة واللي فيها رحمة اللي كنا بنتعامل بيها مع بعض. فجأة تحولنا من ناس بتحاول تطبق تعاليم الدين والأخلاق والحاجات الجميلة دي كلها في التعامل، لناس عندها استعداد تيجي على أي حد ومن غير ما تحس بأي ذنب، وكأنها هي الصح والطرف التاني هو اللي غلط على طول. وعلى فكرة، مش الفكرة دي بس اللي هتلاقيها جوه دماغك، ده مجرد مثال. في أفكار كتير جدا اتزرعت وبتتزرع، وأنا بس جبتلك مجرد مثال عشان تفهم قصدي كويس وتعرف قد ايه الموضوع خطير، فتاخد بالك. قيس على اللي أنا قلته ده بقى حاجات كتير قوي، ولو مش مصدقني اقعد مع نفسك شوية كده وفكر. اعمل مقارنة بين تفكيرك زمان
وتفكيرك دلوقتي، ومش شرط زمان على فكرة. انت ممكن لو عملت مقارنة ما بين تفكيرك من كام شهر او من الشهر اللي فات وتفكيرك في اللحظة الحالية هتلاقي فرق. شوف كده انت بقيت شخصية احسن ولا اوحش. امسك فكرة معينة كده انت بقيت مقتنع بيها وشوف هل هي بتبني علاقات ولا بتهدم علاقات. ممكن حد يسألني ويقولي يعني انا ماخدش اي معلومة او فكرة من السوشيال ميديا خالص؟ هقولك لا، مش قصدي كده. انا كل اللي عايزاك تعمله هو انك تفكر الاول في اللي ورا البوستات والفيديوهات اللي انت بتقابلها قدامك، مش اي حاجة كده تسلم بيها لمجرد انك شايفها جميلة وباين عليها الكلام منطقي وحاسس ان هو فعلا بيمثلك. انت بيتهيألك ان هو بيمثلك، بيتهيألك ان هو عايز مصلحتك، بس انت بتعرفش الغرض الحقيقي من ورا البوستات دي، وان هي تنتشر وفجأة تلاقي الناس كلها عمالة تشيرها هنا وهناك. بس ده ما يمنعش برضو ان في حاجات كويسة. انت بس محتاج تفرق ما بين الاتنين وتفكر كويس وتعرف ايه اللي هيفيدك وايه اللي هيضرك. ودي اول فكرة حابة اتكلم عنها. نيجي للفكرة اللي بعدها، وحابة اقولك ان مش اللي فات بس اللي اتزرع في دماغك وخلى شخصيتك تتغير مع الوقت. انت كمان بيتعرض قدامك افكار ومعتقدات عكس المبادئ والدين والاخلاق، واللي تكرارها هيخليك تتعامل معاها انها حاجة عادية، وبدل ما كانت بتستفزك وبتعصبك وعقلك بيرفضها قبل كده، هتلاقي نفسك واحدة واحدة بتتعامل معاها بطريقة اهدى. سيبنا اشرح لك اكتر قصدي وبأمثلة كمان لو انت مفهمتش الجملتين اللي فاتوا. مبدئيا كده العقل البشري فيه خاصية اسمها التأقلم. يعني انت لو تعرضت لحاجة معينة بشكل مستمر، حتى لو الحاجة دي كانت صادمة أو غلط، مع الوقت هتبدأ تتقبلها، وبعدها هتشوفها عادي، وبعدها ممكن تبقى جزء من سلوكك. بمعنى أول مرة تشوف مثلا صورة فاضحة أو مشهد مش كويس، بتتضايق، تتوتر، يمكن تقفله. تاني مرة نفس المشهد أو نفس الفكرة بتتعرض قدام منك، فانت تشوف الكلام ده وتعدي. تالت مرة ممكن تلاقي نفسك بتضحك. رابع مرة ممكن تلاقي نفسك بتتكلم عنها. خامس مرة ممكن جدا تلاقي نفسك بقيت بتحب النوع ده من المحتوى. شفت التدريج ماشي ازاي؟ واكيد انت خدت بالك من حاجة زي كده. وعلى نفس النمط برضو الافكار اللي بتهاجم الدين او بتسخر من الاخلاق بتتقدم لك الأول بشكل خفيف على هيئة هزار أو ترند، لكن تكرارها هو اللي بيطبعك وبيغير من تفكيرك وشخصيتك ورد فعلك تجاه الحاجات دي. لما تلاقيها قدامك فكر كده، هتلاقي فعلا دي حاجات دي بتحصل. من الآخر هتلاقي نفسك بتتبدل بالتدريج، لأن الناس مش بتتغير فجأة على فكرة، ودي المصيبة، إن التدريج ده هو اللي هيخليك ما تاخدش بالك. هتلاقي ان الناس بقت بتتبلد. يعني ايه بتتبلد؟ يعني رد فعلها بقى بارد. اتبلدنا تجاه المعاصي، يعني بنشوفها عادي في المسلسلات والفيديوهات، ومع تكرارها بقيت تشوف ان هو عادي. ايه المشكلة؟ اتبلدنا تجاه الألفاظ البذيئة، بقت ضحك وهزار، وبدل ما كانت الألفاظ دي بتستفزك بقيت عادي وبقى ده المنتشر وما فيهاش مشكلة. اتبلدنا اتجاه التعدي على الدين. انت ممكن للأسف مع الوقت تلاقي نفسك شايف قدامك حاجة ضد الدين أو فيها تعدي على الدين، بس هم أقنعوك إنه ده بقى نقاش حضاري أو رأي مختلف، مع إن ده مرفوض. مفيش حاجة اسمها رأي مختلف في المنطقة دي بالذات. وتحت كل ده في حاجة بتتكسر جواك، قيمك، فطرتك، هبتك للدين، غيرتك. كل ده بيقل واحدة واحدة. وقيس على كده بقى باقي الحاجات اللي لها علاقة برضو بالأخلاق والضمير والصح والغلط.
طب تيجي نسمع مع بعض أمثلة واقعية كتير مننا بيشوفها وباستمرار من وقت للتاني عشان تفهم قصدي أكتر. عندك مثلا بنت بتدعي إن الحجاب قيد نفسي وبتحرض البنات تقلعه، صفحة بتسخر على مشايخ أو على الصلاة أو على الدعاء، فيديو ساخر بيقلل من أي سلوك ديني أو أخلاقي، ستات ورجالة بيبرروا الخيانة الزوجية باسم الاحتياج العاطفي. والأمثلة كتير، مش شرط على الدين بس أنا حبيت أوصلك فكرة إن في ثوابت وفي حاجات موجودة في فطرتنا، مع الوقت بتتغير وانت بتلاقي نفسك بتتقبل عكسها عادي ومن غير ما تحس. في البداية طبعا بنرفض وبنقول لا طبعا ده غلط، وازاي يجيبوا حاجة كده في الفيديو، لكن لما ده يبقى هو المحتوى الشائع والمنتشر وبتشوفه قدامك كتير جدا، فبنبدأ نحس ان احنا لناس غريبة او ان الطبيعي هو اللي غلط. كمان هتلاقي نفسك بقيت مش عارف تحدد ايه الصح وايه الغلط. انت ممكن تشك في نفسك اساسا وتشك في الحاجات اللي انت كنت متعود عليها وتبدأ تتبرمج، بدل ما كان ليك شخصية وتفكير وثوابت بتتسحب منك واحدة واحدة وبتتبدل كمان بحاجات تانية. ممكن كمان تلاقي نفسك بدأت تنجذب للأفكار اللي بتديك راحة مؤقتة بعيد عن الضمير والدين، لكن كل ده سببه الرئيسي التكرار من غير وعي، وده اللي بيحصل. وعشان نحل الموضوع ده محتاجين نراقب المحتوى اللي بنشوفه، بمعنى اننا نركز فيه كويس. مش كل حاجة بتضحك تبقى مفيدة، ومش كل اللي عليه لايكات كتير يستحق انك تتابعه. اسأل نفسك كده بعد كل فيديو او بوست، هل ده بيخليني اقرب من ربنا ولا بيبعدني؟ هل ده بيوجهني لحاجة كويسة ولا حاجة خبيثة؟ ارجع لفطرتك اللي ربنا خلقك عليها، ولو حسيت انك بقيت بتتقبل الغلط راجع نفسك ووقفها، واوعى تكمل في الطريق ده اللي هيخليك واحد تاني شخصيته مختلفة وبعيدة عن كل حاجة كويسة كانت موجودة فيك. ودي كانت الفكرة التانية اللي كنت حابة اتكلم عنها. نيجي بقى للفكرة التالتة واللي برضو ما تقلش أهمية عن الاتنين اللي فاتوا. آخر حاجة بقى حابة اتكلم عنها في الفيديو ده، وهو تأثير السوشيال ميديا على قدرة استيعابك وطول صبرك. يعني هل ما لاحظتش انك قبل كده كان بيكون عندك طول بال وصبر واستعداد عادي انك تسمع فيديو مدته كبيرة او تقرا بوست طويل، بس مع الوقت ما بقاش عندك الطاقة دي وبقيت بتزهق بسرعة؟ والموضوع مش على النت وبس، ده انت هتلاقي كمان انك في حياتك الطبيعية الواقعية بقيت بالشخصية دي، وبقيت بتمل من اي حاجة تاخد من وقتك اكتر من دقيقة. مخدتش بالك من حاجة زي كده ان هي بقت موجودة فيك؟ ما جربتش تسأل نفسك ليه بقيت بتتوتر لو حد بيكلمك بالراحة وبتتعصب بسرعة وصبرك قل؟ ليه بقيت تقفل البوست لو فيه اكتر من 3 سطور وتسيب الفيديو لو ما شدكش من اول ثانيتين؟ السبب ببساطة هو ان السوشيال ميديا غيرت تركيبة دماغك من غير ما تحس. تعالى بقى اشرح لك واحدة واحدة وركز معايا للآخر. المنصات اللي بنقضي عليها معظم وقتنا زي تيك توك، انستجرام، ريلز فيسبوك، ويوتيوب شورتس، كلها مبنية على محتوى سريع جدا وقصير ومليان حركة وتشويق. يعني ايه؟ يعني كل فيديو لازم يشدك في اول ثانية، كل مشهد لازم يكون فيه حاجة ملفتة، كل محتوى لازم يكون مختصر جدا ومليان إثارة او ضحك او استفزاز. ومع الوقت دماغك بيتعود على النمط ده وبيبقى مش قادر يتعامل مع المحتوى الطبيعي العادي الهادي اللي محتاج تركيز وصبر. عندك مثلا الفيديو اللي انت بتسمعه دلوقتي، انت ممكن ما يبقاش عندك طاقة اصلا انك تسمعه، او ممكن تكون اتفرجت على دقيقة واحدة وبعد كده قفلته، الا لو انت متعود عادي ان انت تتفرج او تسمع فيديو طويل جدا، او عندك فعلا استعداد ان انت تكتسب المعلومة وحابب تعرف والموضوع شدك. ما هو لو المحتوى ما شدش انتباهك ولا جذبك من اول ثانية انت ممكن ما تكملش، ما عندكش حتى صبر انك تستنى دقيقة تشوف الفيديو ده فعلا هيكون حلو
ولا وحش؟ انت بتزهق بسرعة جدا بمجرد ما تعدي ثواني تقوم قافل الفيديو. هشرح لك بطريقة تانية. دماغك بقت كسلانة مش لأنها ضعيفة، لكن لأنها متدلعة. أيوة، السوشيال ميديا بتبرمجك على الاستقبال السريع والمجهود القليل. فبدل ما كنت بتقرا وتحلل وتفكر وتفهم، بقيت عايز كل حاجة تتشرح في 10 ثواني، ولو أمكن تتشرح في صورة. بقيت بتزهق من أي حاجة محتاجة منك مجهود معرفي، يعني مش قادر تستوعب موضوع أو تربط معلومات أو تكمل فكرة لنهايتها حتى. والمصيبة الأكبر إنك مش حاسس إن ده بيحصل، بس النتيجة باينة في كل نواحي حياتك. فأنت لو ركزت في كلامي ده وربطته بالواقع وباللي بيحصل معاك، هتلاقي إن معايا حق. كمان هتلاقي إن الكلام ده مش بيحصل وإنت فاتح النت بس، لأ، يعني هتلاقي نفسك في الحياة الواقعية مش قادر تركز في شغلك أو مذاكرتك، بتزهق بسرعة من الكتب، مش قادر تكمل محادثة فيها تفاصيل، بتتشتت بسرعة جدا، بتبقى عايز نتيجة سريعة في كل حاجة انت بتعملها حتى لو هي محتاجة وقت. انت بقيت ابن ال30 ثانية، دي حقيقة بجد. اقولك ادلة اكتر على الكلام ده لو لسه مش مقتنع؟ طب جاوب معايا الاسئلة اللي جاية دي. هل لاحظت ان اخرك تتفرج على فيديو مدته دقيقة، ولو الفيديو اكتر من كده بتقلب بسرعة او تسرع المشاهد او تشوف التعليقات قبل ما تشوف المحتوى اصلا؟ ده مش صدفة، ده تدريب غير مباشر حصل لدماغك كل يوم لحد ما بقيت بالمنظر ده. انت بقيت تعيش على اللقطات مش على العمق بتاع الفيديو او على المحتوى، وده بيأثر على كل حاجة، فهمك ووعيك وطريقة تفكيرك وحتى شخصيتك. الموضوع خطير جدا يا جماعة، وفيه تأثيرات نفسية وذهنية بالفعل حصلت وبتحصل لنا. هتقولي ايه اللي بيحصل؟ هقولك بيحصل مثلا 1. انخفاض في القدرة على التركيز. انت ما بقيتش تقدر تركز في حاجة لأكتر من دقيقتين، بقيت بتقرأ جزء وتسيب جزء أو تسمع بداية وتخرج. بقيت بتشعر أو بتحس بملل سريع جدا في الاجتماعات والدروس والمحاضرات. تاني حاجة، بقى عندك قلة صبر على التدرج والنتائج. يعني ايه؟ يعني دايما عايز نتيجة سريعة، دايما مش طايق فكرة انك تستنى او تتعب عشان توصل لحاجة. رقم 3، بقى عندك ضعف في القدرة على التفكير العميق. انت ما بقيتش قادر تتأمل في موضوع او تربط بين افكار، بقت المعلومات تدخل وتخرج من غير ما تسيب اثر، انت ولا كأنك عرفت حاجة. هتقولي طب وليه ده خطير؟ لانك بتخسر قدراتك الطبيعية. ربنا خلق الانسان على فطرة الصبر والفهم والتفكير والتأمل، لكن المحتوى اللي بنستهلكه كل يوم بيخلي دماغنا ينزل من مستوى التفكير العميق لمستوى رد الفعل اللحظي، ثانية وخلاص. بمعنى انك بدل ما تسأل ليه ده حصل وايه اسبابه، بقيت تقول مش مهم، المهم اضحك وخلاص، او المهم استمتع وخلاص. شفت بقى؟ كمان بدل ما تحاول تفهم محتوى ديني او علمي او اخلاقي او ايا كان، بقيت تفتكر انه تقيل ومش وقته ومش جذاب، فتقوم قلبه او اصلا ولا تهتم بيه. وبدل ما تستمتع بكتاب او قصة، بقيت تدور على ملخص مدته 20 ثانية. مش كل ده بيحصل؟ كل ده بقى بيأثر عمر صبرك، وبيخلي وعيك اقل، وبيبقى عندك قابلية اكتر انك تندمج وتمشي مع اي حاجة سطحية مش عميقة. طيب، هل كل ده ملوش حل؟ له حلول طبعا، ومش حل واحد بس، فركز معايا في اللي جاي. الحل مش انك تبطل سوشيال ميديا، لكن انك تسترجع السيطرة على دماغك. هل ده ممكن؟ ايوه. طب ايه الحلول الممكنة اللي ممكن نعملها او نطبقها عشان نحل المشكلة دي؟ اول حاجة، قلل استخدام الريلز والتيك توك. ابدأ تحدي لنفسك انك تقلل المحتوى القصير، وكافئ نفسك لو نجحت في ده. تاني حاجة، درب نفسك على الاستيعاب الطويل. يعني اقرأ مقالات
شوف فيديوهات تعليمية طويلة شوية، خد وقتك في الفهم. تالت حاجة، خد لحظات من السكون يوميا، اقعد 10 دقايق كده من غير موبايل، فكر، اتأمل، اسكت. ده بيعيد ضبط تركيزك وبيقويه على فكرة. رابع حاجة، امشي عكس التيار. يعني لو كل الناس بقت بتحب القصير والفيديوهات اللي هي مدتها بسيطة خالص، خليك انت اللي بيحب العميق، اللي بيحب يقرأ ويسمع ويفكر. خامس حاجة، درب مخك على الصبر المعرفي. يعني ايه؟ يعني استحمل الطول اللي انت شايفه، استحمل العمق بتاع الفيديوهات، استحمل التفاصيل. كل مرة تعمل كده بتبني قدرة ذهنية ما كنتش حاسس انها بتضيع منك، فاحنا عايزين نرجعها تاني بقى. ودي حلول انت تقدر تطبقها او تدرب نفسك عليها عشان تحل المشكلة بتاعت الفكرة الأخيرة. ودي كده كانت ال3 أفكار اللي كنت عايزة أوصل بيهم فكرة الفيديو الأساسية، إن أنت بتتغير وكل حاجة فيك بتتغير وأنت مش حاسس، بتتغير من غير ما تاخد بالك. وأنا حبيت أعرفك السبب في حاجة زي كده. وفي نهاية الفيديو حابة أقول إن الموضوع مش بس إننا بنتغير، الكارثة إننا بنتغير وإحنا مش واخدين بالنا، مش عارفين أصلا إن في مشكلة عشان نحل المشكلة. وأنا جيت النهاردة عشان أعرفك المشكلة وأعرفك حلولها. في أفكار بتتزرع وفي مبادئ بتتبدل وردود أفعالنا مبقتش زي زمان. بقينا بنعيش على اللقطة وننسى المعنى، بقينا بنضحك على اللي بيهاجم الدين والأخلاق ونقول ده هزار، بقينا بنبلع المحتوى السام ونقول ده ترند، بقينا بنخسر علاقاتنا وأخلاقنا ونقول بنحافظ على كرامتنا. بس الحقيقة احنا محتاجين نرجع لنقطة البداية، نراجع نفسنا، نفكر قبل ما نصدق وندخل الأفكار دي دماغنا. لازم نفلتر اللي بنشوفه زي ما بنفلتر أكلنا وشربنا. السوشيال ميديا مش لازم تبقى عدو، بس لو مشيت وراها من غير وعي هتخسرك نفسك. ابدأ من دلوقتي، راقب دماغك وراقب مشاعرك وراقب أخلاقك. ارجع لإنسانيتك، ارجع لفطرتك، ارجع لربنا. واوعى تفتكر انك صغير على التغيير او ان الوقت فات، لا، كل لحظة وعي بتفرق. طالما عرفت المشكلة فانت هتعرف تحلها ان شاء الله. وكل قرار صح بترجع بيه خطوة لطريقك الحقيقي الأصلي. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشاركه مع غيرك، خلي غيرك يستفيد. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. كانت معاكم ياسمين ناصر. سلام.